لو انت مصور أو مصمم وبتضيع وقتك تدور على ستايل حلو أو برومبت مظبوط، الفيديو ده هيوفر عليك ساعات شغل حرفيا. موقع واحد بس هيديك ستايلات AI جاهزة بضغطة واحدة ومجاني. خلينا نتفق، أغلبنا لما يجي يشتغل AI يقعد يجرب برومتات ويعدل ويبوظ، وفي الآخر يطلع نتيجة مش اللي في دماغه، وده بيضيع وقت وطاقة وممكن يخليك تزهق من الشغل كله. علشان كده النهاردة هعرفك على موقع المصورين والمصممين التقيلين عارفينه بس مش مشهور قوي. فسلامي وتحياتي ليكم جميعاً. معاكم أخوكم أبو حمزة. يلا بينا نشوف الموقع ده يطلع إيه. الموقع اللي هنتكلم عليه النهاردة اسمه بنانا برومتس، والموقع ده حرفياً كنز حقيقي لأي مصمم أو مصور بيشتغل ب AI، لأن ببساطة هو بيوريك الصورة زائد البرومبت اللي اتعملت بيه. أول ما تدخل الموقع هتلاقي فيد مليان صور بستايلات مختلفة، كل صورة معاها البرومبت كامل، ستايل، إضاءة، كاميرا، تفاصيل، يعني مش صورة وخلاص، ده شرح عملي جاهز. لو لقيت صورة أو ستايل عجبك تقدر تنسخ البرومبت وتستخدمه. بس استنى، في تركاية مهمة جدا لازم تاخد بالك منها علشان تطلع شغل نظيف ومحترف بجد. خلينا الأول نجرب مع بعض. أنا عاجبني الستايل ده، هفتح الصورة وهاخد البرومبت بتاعها، وهنا أنا بستخدم موقع الذكاء الاصطناعي LMArena.ai لتوليد الصور، وهسيب لكم كل الروابط في الوصف تحت الفيديو. شايفين النتيجة عاملة ازاي؟ تحفة بصراحة. بس خليني بقى أرجع للتركاية المهمة اللي قلتلكم عليها من شوية. ليه ما بنصحكش تنسخ البرومبت زي ما هو؟ لأن البرومبت الجاهز معمول علشان شخص معين، صورة معينة، ذوق معين، ولو نسخته حرفياً في مشاكل ممكن تحصل. النتيجة تطلع مكررة، يغير في ملامح الشخصية اللي شغال عليها، أو يطلع مش مناسب لشغلك أو لعميلك. طيب الصح نعمل إيه؟ إنك تاخد المضمون. يعني إيه تاخد المضمون؟ يعني تفهم البرومبت مش تحفظه، تركز على الستايل، الإضاءة، نوع الكاميرا، الزاوية، وتسيب أسماء أشخاص، أماكن محددة، تفاصيل مش شبه شغلك. دلوقتي هاخد نفس البرومبت بس بعد ما عدلت عليه تعديل بسيط واستخدمه على نفس الأداة. بص النتيجة، ستايل نظيف، احترافي، ومن غير لعب في الملامح أو الشكل. شايفين الفرق؟ الصورة الأولى تحسها بعيدة ومغيرة، إنما التانية طبيعية جدا وكأنها متصورة مخصوص. نرجع تاني لموقع بنانا برومتس ونجرب ستايل تاني. الستايل ده مثلا هاخد البرومبت وأعمل عليه نفس الفكرة، تعديل بسيط وبعدين أستخدمه. شايفين؟ مش محتاج تروح استوديو ولا تعمل سيشن جديد، كل ده من صورة واحدة. طب لو لقيت ستايل عجبك ومفيش برومبت، حلها بسيط جدا. افتح الصورة، خد سكرين شوت، افتح تشات جي بي تي، حط الصورة واكتب محتاج البرومبت اللي اتعملت بيه الصورة دي. هيطلع لك البرومبت بكل سهولة تاخده. ولو لاحظت تغيير في الشكل، ارجع عدل عليه واحدة واحدة لحد ما توصل للنتيجة المناسبة ليك. أنا شخصياً بستخدم كمان جيميناي بيزنس، والنتائج بتطلع ممتازة. خلينا نجرب ستايل تاني كرتوني شوية، مناسب للأطفال. أنا جربت الستايل ده على حمزة ابني، والنتيجة زي ما انتم شايفين جميلة جداً.
الستايل ده برضو ما كانش مكتوب البرومبت بتاعه، بس استخدمت نفس الطريقة وخليت شات جي بي تي يطلع لي البرومبت وعدلت عليه. والنتيجة ظبطت معايا بالشكل ده، وده يثبت لك إن نفس الفكرة تنفع كبار، أطفال، منتجات، أي حاجة. الميزة الجميلة كمان في بنانا برومبتس إنك هتلاقي من فوق الستايلات متقسمة لفئات، يعني لو عايز شكل معين مش هتدور كتير. انت بقى عيش وظبط صورك، وصور صحابك كمان براحتك. أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، وما تنسوش الاشتراك في القناة والدعم علشان نقدر نكمل ونقدم محتوى أقوى. ولو حابب أعرفك على مواقع AI تانية اكتب لي في الكومنت. وافتكر دايماً AI مش بديل عنك، AI أداة في إيدك، وإنت اللي بتفكر كمصمم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.